كنا نعرف. اعذرنا، اعذرك والله لا اخليك ما تندل دربك، لا والله. وخلوها بالكم، هذول اللوقية والولايين معروفين. فلوسكم يا القيادات اللي بالخارج قسما بالله عن قريب ستجمد كلها، ولا تستلمون ولا دولار واحد ما دام انا وراكم. واني جاي اشتغل على هذا الخط، تجميد اموالكم في الخارج. وان شاء الله عن قريب راح تشوفون هاي الاموال اللي هربتوها للخارج ما اخليكم تهنون بها لا وحق من انزل القرآن. زين؟ فعلى العراقيين لا يعطون مجال للولايين. راح اشوفكم التهديدات من كنت اطلع مال ثورة تشرين او طيحت حظ السفير العراقي كان بوقتها، سحلت الولايين بالعراق اخوتنا كلهم طلعت بيهم، كلهم تكلمت بيهم، اللي اختطفوا واللي اغتالوهم واللي سووا العصائب وجماعه خاوناي. اي راح اشوفكم حتى كنا ناشطين باوروبا اسمائهم وياي بالتصفيه، رادوا يصفونا والله العظيم. هذا قديم الكتاب، هذا شو وقت؟ هذا بال 2020. حتى الله يرحمها ريهام موجوده كانت، شوفوا حتى ريهام موجوده. هذا كتاب ابناء الخامنائي القندرشي. هذا الكتاب الاسماء، هاي الاسماء: ريهام يعقوب، عدنان ابو حمزه، احمد الحلو، عماد العقيلي، علي صفاء الجبوري، ايهاب الوزني، صباح العراقي. انا ما ذكرت اسم ابوي لان ما اريد اطلعه. انتصار ناهي، احمد جاسب، علي حسين الرماحي، صفاء جواد جبوري، عادل ابو عراق، ام مهند القيسي، الاعلامي احمد حسين، محمد صفاء الجبوري، علي احمد جاسب، مثنى حافظ الخفاجي، صلاح فلاح، امير جاسم الشمري، رائد الوائلي، حسين جاسم. هذول مال خامنائي. وهاي مالت العصائب، هاي مالت العصائب اللي صدروا بيها. هاي مترجمه هي طبعا بالالماني ومطين، يعني خاف عبالكم واحد شوف. هاي هنا الاسماء هم يعني بيها اسماء: رائد الوائلي، عدنان ابو حمزه، سيد علي الموسوي، اكرم شربه، وميض القيسي، زيد الفتلاوي، عادل ابو عراق، وي حتى ضرغام ماجد. يعني هذول كلهم كانوا للتصفيه. هاي كلها واللي صفوهم بس ما قدروا صباح العراقي، بفضل من الله ما قدروا صباح. هاي مالت العصائب وهاي الاسماء. وهاي صار 11 سنه و3 اشهر، 11 سنه و3 اشهر ما طخيت راس، ما طخيت راس لا وحق من انزل القرآن على صدر محمد ولا خضعت لهم. وحتى بعض من اقاربي ويا العصائب هم صاروا لوقيه وتبعيه، هم هددوا. اضحك عليهم والله، اقول له يخابروني تهديد. اقول له شنو رايك تفتر الفراره ويجي صباح للعراق وهذا النظام يروح؟ جاوبني. قال ما نبقى. طبعا ما تبقى، وحق من نزل القرآن ما تبقى، والله ما تبقى. وهذا مال الكهرباء اللي 280 مليار، هذا مالت الكهرباء 280 مليار. احنا اذا نريد نحكي بعد 6 ايام ما نخلص بيوم واحد. زين؟ وكثير من الكتب الرسميه وهاي بيها صح صدور مو هيك، والاراضي اللي مبيوعه
احنا اريد بس ابين للشعب العراقي انه صباح العراقي خاف عبالكم يقولون هسه بس هذني بس المانيا، لا شوفون هاي كلها الكهرباء، وهاي وزارة الصناعة والمعادن، وهاي طبعا هاي الكتب، طبعا هاي الكتب ترى من 200 مليار وفوق. هذن القليلات ال 20 مليار 50 مليار لا ما موجودات، هذن نظامهن، هاي موجودة بالخزانة. هذن بس الكبار، هذن بس العمارات، الباخرات اللي كذبوا على الوادم، حتى رجال دين وياهم، رجال دين واكو ناس تريد تصلح. هذا أنا ما دمرني غير هذا الكتاب، شكرا لكم. ما دمرني غير هذا الكتاب، أني شلع قلبي. هو قليل بس شوفوا شلون يضحكون على الشعب، شلون يبوقون بطريقة ما أعرف شنو من طريقة. اي هو هذا، لا خليه. هذا تدرون كل كتاب من هذا سره شخصي، شلون يصل الصباح. إذن صباح عنده مجموعة عراقيين من كل دوائر الدولة، أشراف في المنظمة معي لمكافحة الفساد والجرائم، وفي كل دوائر الدولة. صباح العراقي صار له 11 سنة يشتغل من أجل مكافحة الفساد. إلى العدد 15. ليش أحكي لكم بالعدد والتاريخ والرقم؟ ليش؟ أنا أخذ بيه صحة صدور، أدز جماعة يشوفونه بيه صحة صدور، لو يجينا مزور من يتأكدون نرتاح. العدد 15/7/87، تاريخ 10/12/2015. إلى مجلس القضاء الأعلى، مكتب رسمي، مكتب رئيس المحكمة المحترم، البنك المركزي العراقي، تحية طيبة لكم. حسب كتاب مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 1419 في 30/12/2015، وبتوقيع السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الأسبق، المتضمن حسب مبلغ قدره 3 مليار دولار أمريكي بتاريخ 10/11/2015 للنائب، العفو، حسب سند الصرف المرقم كذا وكذا، 3 مليار ذكرناها حسب، وفي تاريخ 10/11. 1.5 مليار دولار للنائب حسين أحمد المالكي، و1.5 مليار ونصف دولار للنائبة الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي، بتوزيعها على الفقراء والمنظمات والنازحين بمحافظة بابل وكربلاء المقدسة. وبتاريخ 20/11/2015 قام مدير لجنة المصرف دخل البنك المركزي السيد محمد أمين عبد اللطيف بسحب مبلغ 1 مليار دولار كمبلغ إضافي للنازحين، وأصبح المبلغ الكلي المحسوب 4 مليارات دولار. وبتاريخ 26/11 طلب السيد مدير